اتفرج معايا على الضياظ وجمال الضياظ. بالله عليك يا شيخ، مش شبهه شويه يعني؟ شويه منه كده، واخد حته شويه منه، فاهم؟ كمان قطعها بشماله يعني، فاهم؟ حاجه صغيره. كابتن ابراهيم دياز مع منتخب المغرب نزل من الدكه الدقيقه 60، راح جاب لهم هدف الفوز في الدقيقه 93. جدعان جدعان، قسما بالله افضل دكه ممكن تنزل يعني. انت عندك ده في الدكه، نزله مالكش دعوه، نزله مالكش دعوه. انت متخيل معايا ان كابتن ابراهيم دياز من اول الموسم وهو مش لاعب اساسي معظم الماتشات، جايب 3 اجوان واسيست؟ 3 اجوان واسيست يا جدعان. قسما بالله يا جدعان مش عارف ليه، بس انا عندي حب للاعب ده. انا كابتن ابراهيم دياز ده شبيه محمد حمائي ده، انا معجب بيه بشكل مش طبيعي. شخصية أسود الأطلس. المغرب ينتصر للمباراة الثانية على التوالي، والصدارة مغربية كالعادة. المغرب يحكم بأحكامه ويقدم عرضا في الدقائق الأخيرة والبلاس 90. وإبراهيم دياز ولد المغرب والموهبة والجوهرة المدريدية والجوهرة المغربية، أسد من أسود الأطلس. البلاس 90 فاهمين؟ في الوقت القاتل، والمباراة الثانية على التوالي يسجل رفقة منتخب المغرب. ولما خذا الفرصة وشاف أكيد مشروع كبير في المغرب ما شاء الله على مستوى البنية التحتية، على مستوى المواهب، يعني مواهب في العالم كله. تجد أن في كل العالم العربي، العالم حتى برا، دائما ما يعولون على المواهب المغربية. أصبحت تغزو جميع الدوريات، في كل مكان تجد الموهبة المغربية فارقة. شفنا التغيير العبقري، هذا التغيير الذي أحدث الفارق، وهو التبديل. لما نزل أكيد إبراهيم دياز، نزل أيضا نصيري، فشفنا نصيري يصنع ودياز يسجل، وأكيد هذا تفكير رقراقي. وعلى فكرة هي مباراة تجريبية، المغرب أصلا هو مستضيف البطولة، فأوريدي هي مباراة تجريبية يجرب فيها نقاط القوة ونقاط الضعف. مبروك المغرب وديما مغرب. هدف إبراهيم دياز بالوقت القاتل. هل يستطيع أحد توقيف منتخب المغرب ومعهم أسود وأسد من الأسود إبراهيم دياز؟ صعبة. حتقلي شو الأسباب؟ معهم فتى مدريد، معهم أسد مدريد. إبراهيم دياز أريد أن أمثل منتخب المغرب، فعلها وسجل وجاب 3 نقاط الأهم والهدف القاتل الوحيد. إبراهيم دياز في كل مباراة لازم أسجل لمنتخب بلدي، لازم أسجل لفرح شعب المغربي، وفعلها. هل يستطيع أحد منافسة منتخب المغرب؟ لا، يمتلكون أسود ومنهم أسد مدريد إبراهيم دياز. مين ميسي قدام ابراهيم دياز؟ فهمني مين ميسي هذا؟ عزيزي المشاهد خليني احكي لك قصة بسيطة. ابراهيم دياز كان دكة في مباراة المغرب، نزل الدقيقة ممكن 80، نزل على طول سجل هدف. مو بس كده عزيزي المشاهد، ابراهيم دياز نزل غسل الفريق كله. ودي اوريكم المقطع لكن خايف انحضر، فغسل الفريق كله بمعنى كله. الف مبروك لجمهور المغرب كامل. لكن ابراهيم دياز والله يا اخوان مو طبيعي. بالدقيقة 89 سجل المغرب 1-0 على ليزوتو. ألف مبروك. من بعد مباراة 89 دقيقة 0-0 كانت مباراة عن جد شنيعة. ألف مبروك، بتستاهلوا، يلا افرحوا. يعني انا بحب الضياظ، انت لازم تحب الضياظ. يا بختنا فيك يا راجل، يا بختنا فيك، ويا بخت المغرب. مبروك للمغرب. لحظة إدراك إن أنا كنت لسه هعمل فيديو أقول فيه أخيرا المغرب اتعادل، أخيرا في منتخب قدر يقف قصاد المنتخب المغربي وتعادل معاه حتى ما كسبوش. إبراهيم دياز بيخطف هدف للمنتخب المغربي في آخر دقيقة. هو في إيه؟ خف جمدان شوية بقى، ومحدش قدر عليك للدرجة دي. في إيه؟ اتعادل، حتى ما بنقولش تخسر، اتعادل. المنتخب ده إيه يا جدعان؟ قوة مرعبة، جبار، مفيش منه. اهدوا شوية علينا. الكورة مكسب وتعادل وخسارة، انتوا مكسب بس، بتكسبوا بس. في ايه؟ ومحدش يقول لي 5 في عينيكوا وما شاء الله والكلام ده كله. الواحد مهما حسدكوا ومهما ركز معاكوا بتكسبوا برضو. ليش بتحب المغرب وليش بتشجع المغرب؟ تعال اسمع. بحب المغرب لانه مثل ماتش اليوم مثلا بين المغرب والليزوتو، كانت مباراة كتير حلوة وصعبة. يعني كان دفاع ليزوتو كتير قوي، يعني ما سمح لهم يسجلوا أهداف إلى الدقيقة 89. كانت المباراة 0-0
ولكن اللاعب إبراهيم اللاعب المغربي سجل هدف بالدقيقة 90 1-0 لصالح المغرب. الفوز الكبير أو الحلو بهذا المباراة انه بهيدي الدقيقة قام بتسجيل الهدف. وبتقلي ليش بدي حب المغرب؟ اكيد بدي حب المغرب يا اخي، هذا شيء طبيعي يا اخي، بالدم عنا يا اخي، بدي حبها للمغرب. Incroyable en fait les gars. En plus Brahim Diaz, j'en parlais, je disais mais pourquoi l'entraîneur il l'a pas mis titulaire les gars? Il a mis titulaire. Là, il les a tués. Le match il était sur le point de se terminer. Il a marqué à la dernière minute en fait. L'adversaire là, ils ont pris un coup derrière la tête les gars, c'est un truc de dingue. Donc voilà quoi. Après le Maroc, il n'y a rien à dire, ils ont mérité de gagner parce que moi je trouve qu'ils ont dominé largement, il n'y a rien à dire. Le Soto, ils ont dû faire peut-être 3 tirs en tout dans le match. Donc voilà quoi, le Maroc, ils avaient la possession, ils avaient l'avantage sur le nombre de tirs. Donc voilà, le Maroc, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a des grandes qualités, ils ont des grands joueurs aussi. Donc voilà, sur le banc, je savais que Brahim Diaz, quand il est rentré, il allait faire la différence et tout. Là, franchement, il a mis un petit peu de folie et son but était incroyable. Donc voilà, il crochet sur 2 joueurs et il marque du droit en fait. On sait que lui il est ambidestre. Après voilà, le Maroc ils enchaînent. Après le 4-1, là c'est 1-0. Le plus important de toute façon dans le football, comme je l'ai dit, c'est la victoire. C'est gagner 3 points, c'est ça qui te permet d'avancer. Et donc du coup voilà, le Maroc, faut compter sur eux. On verra, même s'il y en a, ils ne sont pas encore convaincus. Mais moi je suis convaincu qu'ils vont faire une grande Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà. Et bravo aux Marocains et franchement ils ont fait le taf. اقولها واعترف وصراحه كلشي غادي يتفق معايا رسميا. ابراهيم دياز اعتقنا نقدنا من واحد الشوهه، من واحد التطبيل كان غادي ينوض علينا من جهه اخرى، ومن واحد الاهانه كنا غنطيحوا فيها، بحيث اننا كنا غادي نتعادوا على الارض ديالنا ضد منتخب اللي ما كناش كنعرفوا السميه ديالو، حتى عرفناه غادي نلعبوا ضده اللي هو ليسوتو. منتخب تيدافع، اي كما قال ركراكيرا تعادلوا مع نيجيريا في ارض بلادهم، ولكن نيجيريا لحد الان من مورا الفينال ديال كاس افريقيا ما كتعرفش واحد الحقبه واعره. ولكن المنتخب ديالنا حنا نظرا للعناصر اللي عندهم مع اوسيمين، الاغلبيه فيهم هما غير معروفين، ولكن اللاعب اللي عندنا حنا كنلعبوا مع كبار الانديه في اوروبا، وبحيث انهم يتعادلوا معكم ما تلقاش. نقول لكم واحد الحاجه، ما تسماش دوشه غير على حاجه واحده. الا كان صافي كاع المنتخبات دابا الافريقيه كاملين عرفونا اننا حنا عندنا نقطه ضعف التكتل الدفاعي، فدبرنا عليها في كاس افريقيا 2025، لان وائل الركراكي عاجز تماما على ايجاد الحل. المباراه الاولى والثانيه والثالثه، ولكم عاقل على الماتش ديال موريتانيا الخو هذا نفسه كون ما ابراهيم دياز عتقنا. شوف البيت، شوف الهدف، متع عيونك. شوف شكرا مدريد، شكرا مدريد على الموهبه اللي عطيتينا، شكرا لك بزاف، شكرا ريال مدريد بزاف. شوف با 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 بلي منيه في اليمن ديال كارديا.